السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ده بإذن الله أول فيديو أطلع فيه معاكم بصوتي. أنا قلت يعني الكتابة مش هتوضح اللي أنا عايزة أقوله، فهطلع أتكلم معاكم عن حاجة إحنا كلنا بنرميها ما بنهتمش بيها، مع إنها كنز موجود عندنا في البيت وببلاش، من غير ما دافعين فيها فلوس، كده كده انتي هترميها، اللي هو قشر اليوسفي. ده احنا بنقشره وبنرميه، لا ده بصراحة يعني احسن من الليمون 100 مرة. هتستخدميه في الحلويات، هتستخدميه في المربى، هتستخدميه في غسيل السمك، في غسيل الفراخ، في غسيل البط. بصراحة أقوى 100 مرة من الليمون. أنا بجمع قشر اللوز ده طبعا علشان ما يبصي، بجمعه في كيس وأحطه في التلاجة لحد ما يتجمع معايا شوية حلوين. بعد كده أعملهم. هنعملهم إيه؟ باخدهم أغسلهم زي ما انتوا شفتوا كده. أنا كده كنت مخرجاهم من التلاجة، غسلتهم، وأخدهم أحطهم في الخلاط. طبعا لو عندك كبة هتحطهم في الكبة على طول وتفرميهم، بس انا الكبه بتاعتي بعافيه حبتين، فانا هحطه في الخلاط وزودت عليه شويه ميه علشان يسهل الخلط بتاع قشر اليوسفي. حطيت شويه وارجع احط بقى بايدي الكميه، وكل ما يحتاج شويه ميه ازود له شويه ميه، طبعا عشان الخلاط بتاعي ما يتحرقش، فبزود شويه ميه بشويه ميه علشان يسهل معايا فرمه. كده انا فرمت الكميه كلها. طب الكمية ديت أنا هعمل بيها إيه؟ بحطها في علبة وبحتفظ بيها في التلاجة. طبعا الجو معانا حر، القشر ده مش هيبوظ. طبعا انت لو سبتيه بس كده في التلاجة لوحده القشر في الكيس هيبتدي فترة مع الوقت هينشف منك وهيبوظ، مش هيبقى ليه أي لازمة. فأنا علشان أقدر أستفيد بيه وما يبص منه بعمله زي ما انت شفتوا كده، بحطه في الخلاط أو في الكبة عليه شوية مية وبفرمه. بعمل بيه ايه بقى؟ دوت اقوى 100 مرة من الليمون. باخده اغسل بيه اي نوع سمك عندي، ما بيخليش اي ريحة زفارة نهائي. بغسل بيه الفراخ، بغسل بيه البط، يعني اي حاجة فيها ريحة زفارة اغسلي بيها. انا كنت عاملة الكمية ديت برضو قبلها، شايفين هي دي ما كانتش محطوطة في الفريزر، دي محطوطة في التلاجة في الرف اللي تحت الفريزر على طول، بس عشان الجو تلج فاتجمدت معايا. دي انا بحتفظ بيها في التلاجة بالشكل ده. إيه، انا كان عندي قراميط اهيت حبيت اوريها لكم قدامكم. حطيت بقى شويه، طبعا القراميط بتبقى فيها زفاره جامده، ولو فيها زفاره بتبقى مهما كنتي حريفه في طبخها تطلع طعمها مش حلو طالما فيها ريحه زفاره. انا كنت غسلاها بميه وليمون وملح وخل، مفيش ما شالتش. لكن بصراحه تحطي فيها معلقه من قشر الفيه اللي احنا فارمينه بالشكل ده، وتدعكيها بيها حلو، هتشيل اي ريحه زفاره، مش هتحسي بريحه زفاره نهائي. طبعا انا حطيت شويه ميه في الشويه الباقيين في الخلاط، خساره يترموا، وقمت حطاهم على القراميط. ما احتجتش كمان ان انا انقعهم، عايزه تنقعيهم انقعيهم، لكن مش يعني مستعجله مفيش داعي. بعد كده شطفتهم كويس، مفيش اي ريحه خالص. طبعا انا عندي كمان بستخدم قشر اليوسفي دوت في ايه، في المخلل. انا كنت مخلله كرومب، حطيت عليه قشر اليوسفي بيبقى طعمه جميل جدا في المخلل. يا دوبك هما يومين ثلاثه كده وتطلعي. ده بالنسبه للقشر اللي احنا هنستخدمه في غسيل اي حاجه فيها زفاره. طب انا عايزه استخدمه بقى في احطه في الكيكه، احطه في المربى. هنجيب بقى شويه ميه مغليين، هنغلي شويه ميه ونحطه حشر اليوسفي في الميه، يا دوبك ياخد غلوه بس عشان ينزل المراره اللي فيه. بعد كده شطفته وصفيته من الميه، وهحطه بقى في الخلاط بشويه ميه صغيرين لان هو كده مستوي، مش هياخد معايا فرم كتير، وهفرمه. كده خلاص الموضوع بقى بسيط جدا. اخد بقى منه شوية معلقة كده احطها في الكيكة لو انا عايزة اعمل كيكة باليوسفي، او اخد منها معلقة احطها في مربى الجزر، تخليه طعمه جميل وما بيبقاش فيه مرارة. الحركة اللي احنا عملناها ان احنا غليناه في المية شالت المرارة بتاعة الاستفندي. فكده خلاص، يعني حطي بقى منه على الكيكة براحتك، هيديكي طعم اليوسفي من غير اي ريحه، من غير اي طعم مراره. حطي بقى منه على مربى الجزر براحتك. يبقى انت كده استفدتي من قشر الاستفندي اللي احنا بنرميه، استفدنا منه بكل سهوله. ده معايا علبتين، علبه احط منها على الحلويات على المربى، وعلبه اغسل بيها الاسماك، اغسل بيها الفراخ.
أي حاجة فيها ريحة زفارة أغسلها بيها، مش هاحتاج إن أنا أنقع بليمون ولا خل ولا الكلام ده خالص. يلا بقى اعملوا لي لايك لو استفدتوا من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.